السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم كيكة بطبقة كده فظيعة من فوق. حاجة كده طعم رهيب وسهلة جدا. أول حاجة عندي البيض بتاعي ده 4 بيضات صغيرين أو 3 كبار ومع رشة الفانيليا. أو ممكن نضرب كل الكلام ده في الخلاط، يعني البيض مع الزيت مع السكر مع الحليب، نضربه في الخلاط كويس جدا، وبعد كده ننزل بقية المواد الجافة. طبعا هكتب لكم المقادير في الديسكريبشن تحت الفيديو. بعد كده هندخل المكونات الجافة عبارة عن دقيق. أو منحطش الدقيق كله لأن ده أول مرة نوع استخدمه، فأنا مش عارفة هياخد كل الدقيق ولا لأ. مع البيكنج باودر مع بيكربوناته مع الكاكاو ورشة الملح. طبعا ده كاكاو خام، وكل ما كان الكاكاو نوعية جيدة أو كويسة كل ما كان تدني نتيجة أحلى بكتير. هنحطه، وفعلا أنا احتجت بقية الدقيق فاستخدمته وحطيته قلبته كده تقليبة. مجرد إن الدقيق بتاعي يختفي منقلبش كتير هنحطه في الصينية وحطه في فرن 180 لمدة 25 دقيقة فقط. أنا مبحبش أسوي الكيكة شوكليت يعني وقت طويل في الفرن. بعد كده هجيب الحليب بتاعي احطها في اي حاجه تحط على النار. معلقتين نسكافيه سريع الذوبان. ده باكو كريم كامل جاهز. بودر هحطه عليه. طبعا لو انا عايز الطبقه اللي فوق الكيكه دي طبقه سميكه هضاعف الكميه. هاخده على النار طبعا عشان الحليب ده كان بارد لغايه ما يتقل معاه شويه. ده عندي قشطة، وده عندي أي نوع بسكوت مضاف، بسكوت شاي سادة جدا، أرخص بسكوت هاتيه مفيهاش مشكلة. أنا استخدمت ديجستيف واستخدمت بسكوت تاني. هحطها مع القشطة بتاعتي مع خليط الحليب مع الكامل والنسكافيه، تقلوا شوية على النار. هشيلهم واحطهم عليه واضربهم كل الكلام ده مع بعض، ولازم اسيبهم يبردوا كويس، ما احطهمش على الكيكة هما سخنين. دي شوية حليب كده سخن مع معلقة نسكافيه أو معلقتين. لو انت عايزة تحطي في الكيكة نفسها نسكافيه ممكن نشيل مقدار صغير من الحليب ونحطه بداله اسبريسو. لو انت عايزة الكيكة ما فيهاش أي نوع نسكافيه ممكن تسقيها بحليب عادي، والخليط الكراميل أو الحليب اللي احنا حطيناه فيه نسكافيه ما تحطيش نسكافيه. فلو انت عايزاها طعم عادي طبيعي من غير اي طعم نسكافيه. انا عندي الكيكه بردت والخليط ده برد، هحطهم على بعض. لو انت حطيتيهم وهما سخنين الكيكه هتشرب الخليط ده عشان هو كان سايل. هسيبه بقى في التلاجة 3 4 ساعات كده لغاية ما ماسك شوية الطبق اللي فوق. ممكن اقدمها كده، ممكن احط ابشر عليها شوية بسكوت مطحون، نسكافيه، كاكاو، اي حاجة عندك تقدري تحطيها على الوش. بما اني حاطة جوه نسكافيه او قهوة ارشطها بالنسكافيه. دي حاجة كده يعني شبيهة بالتيراميسو. انا عملت لكم التيراميسو الاصلية الايطالية، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. دي حاجة كده طبعا مختلفة، بس بتدي طعم طبعا عشان فيها نسكافيه، بتدي طعم التيراميسو شوية. بس طبعا طريقة سهلة جدا جدا وخفيفة على فكرة. كيكة خفيفة وسهلة وسريعة وجميلة جدا. ياريت تجربوها وقولوا رأيكم، وانا عارفة متأكدة انها تعجبكم. لو عجبتك ما تنسيش تشجعيني بلايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد. واقول لكم السلام عليكم.